اختيار طوبة غلط ممكن يبوظ لك شقتك كلها. علشان اختيار الطوب أهم خطوة في بند المباني، لازم تعرف إن الطوبة اللي بنستخدمها في المباني طوب طفلي بيتكون من رمل وطين وميه. واول حاجه تبص عليها لون الطوبه، لازم يكون لونها غامق مش فاتح عشان تتاكد ان اتحرقت كويس. اما بقى عن مقاسات الطوبه، فالقديم كان 25 في 12 في 6 اللي هو مش موجود حاليا. الحالي هتلاقيه 20 في 10 في 5 او 20 في 10 في 10. ده بيكون طوب دبل، بيقلل او بيوفر معانا استهلاك المونه. وعشان تختبر الطوب الطفل ده ببساطه عندك اختبارين. اول واحد، تمسك الطوبه على ارتفاع متر ونص وتسيبها تقع على الارض. لو اتقسمت نصين فدي طوبة مش كويسة، لو اتفتتت من الجوانب فالطوبة دي تمام. والاختبار التاني، تمسك طوبتين وتخبطهم في بعض، لو الصوت مكتوم الطوبة مش كويسة، لو الصوت رنان كده الطوبة دي برضو تمام. وكمان نصيحة مهمة، ما تستخدمش طوب فيه شروخ او طوب متفاوت في المقاسات. ولازم ترش الطوب بالمية رش خفيف قبل الاستخدام، ما تغرقوش يعني، عشان الطوب الناشف بيسحب المية من المونة وبيضعفها. وخليك فاكر ان الغلطة في الطوبة هتدفع ثمنها في الشقة كلها.